السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده هنعمل ايه؟ احلى طاجن رز معمر. حاجة كده لوز اللوز. بص عامل ازاي، مفلفل ازاي وجميل. ما خدش مننا وقت خالص. يلا بينا كده مع بعض نعمله ايه؟ هنعمل مع بعض نشوف هنعمله ازاي. معايا هنا كريم شانتيه، ومعايا لبن وسكر وسمنة بلدي والطواجن طبعا واللبن. قبل ما ببدأ بقى ايه، بعاير الرز في الايه، في الطواجن. اي حاجة بقى انت عندك، صينية، طواجن زي ديت، ماشي اعملي فيها. انا بحب اعاير كده نسبة الرز اللي انا هعملها. وما تحاوليش تحطي رز كتير. واقول لك بقى على طريقة خلي بقى كله كده قشطة في قشطة، كأنك بتاكلي كده قشطة. هرجع بقى كده الرز تاني في الطبق، ونبدأ بقى نشتغل مع بعض. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة هنزل كده بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي، وبالفرشة كده أحاول إيه أغلف الإيه الطاجن كله. لو ما عندكيش سمنة بلدي اعملي بزبدة عادي، بس هو طبعا الزبدة البلدي بتديله ايه طعم. بعد كده هنزل بالكمية الرز اللي انا عايرتها، ولا غسلت ولا اي حاجة، هو كده من نفسه على طول. هقلب بقى كده الرز مع السمنة حلو قوي بالمعلقة، هغلفها حلو قوي. وهنزل بقى كده بمعلقة من القشطة، دي قشطة كده من وش اللبن، ونقلبها برضو حلوة كده مع بعض. خلي الرزاية كده تشبع من القشطة والسمنة البلدي. بعد بقى الخطوة التانية هنعملها، هاجيب كده الخلاط وهنزل بالحليب. الخطوة دي بتخلي الحليب كأنك بتاكلي قشطة، هيعمل الوش القشطة كده جميلة جدا. وهنزل بالسكر، كمية السكر اللي انت عايزاها. انا حطيت بتاع 6 معالق او 7 معالق سكر، لو انت بتحبيه زيادة حطي. هنزل بقى كده بالحليب، بصي ما شاء الله. خليكي بس بصة كده على الحليب وهو نازل، بصي القشطة. الله الله على الجمال. اهي دي بقى الخطوة اللي انا ايه بقولك عليها. بعد كده هنزل بحتة من الزبدة على الوش كده، حتة صغيرة بس. وبقية الايه القشطة برضو هنزل كده بالمعلقة، وزعها كده على الوش. بس كده يا ستي. تكوني طبعا مولعة الايه الفرن، وهتحطيه كده في الفرن. مش هياخد ربع ساعة. ايه رأيك؟ يلا بقى جربيه كده وقولي لي ايه رأيك. واتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على بكره يا رب، واشوفكم على ألف خير في رعاية الله يا حبايبي.